رقم 2، أدرينالين العبور وكسر الحاجز النفسي في 6 ساعات. من سنة 67 ل 73 كان خط بارليف بالنسبة للجندي المصري هو رمز الهوان والذل، مش مجرد مانع عسكري، ده كان حاجز نفسي بيفكر الجندي المصري بشعور الاستسلام والهزيمة والإحباط واليأس. لحظة العبور وتدمير الساتر الترابي بالمية حصل حاجة اسمها صدمة إيجابية جماعية. علم النفس بيسميها إعادة البناء المعرفي، استبدال الصدمة السلبية السيئة بصدمة إيجابية. الصورة الذهنية للعجز تم تدميرها نفسيا وعصبيا، وده أطلق كمية هائلة من الدوبامين والنورابينفرين في أدمغة الجنود. الاندفاع الكيميائي ده حول الخوف إلى طاقة تركيز عالية جدا وإصرار غير مسبوق، وده بيفسر شراسة القتال في الساعات الأولى. أقوى يقظة جماعية في التاريخ، وهو ده أدرينالين العبور. بعد الحرب كتير من الجنود اتكلموا عن إحساس يشبه فقدان الشعور بالجسم أثناء العبور. وفق علم الأعصاب، اندفاع الأدرينالين بيرفع مستوى الاندورفين، هرمون الشعور بالألم، وده بيقفل مستقبلات الألم بشكل مؤقت، وده اللي بيخلق حالة سموها الفلو ستيت. رقم 3، السر في القرار، العواطف ممنوعة. القيادات المصرية اتخذت قرار الحرب في ظل ضغوط دولية وتهديدات عسكرية ما حصلتش قبل كده. علم النفس الإداري بيسمي ده اتخاذ القرارات المصيرية تحت التهديد والضغط الشديد. وده عمل إيه بقى؟ نشط مراكز التفكير المنطقي ووقف نهائي مراكز التفكير العاطفي. هنا تم فصل العاطفة عن الخوف تماما. القادة اتدربوا ذهنيا على سيناريوهات فشل العبور، وده خلى القشرة الدماغية البريفرونتال كورتكس تشتغل بكفاءة بدلا من سيطرة المشاعر. رقم 4، الهزيمة النفسية للعدو وتدمير وهم التفوق. الجندي اللي كان عايش على أسطورة وهم التفوق من سنة 67، والوهم ده كان في منتهى الخطورة. أخطر أنواع التحيز المعرفي إن الجندي ما كانش مصدق إطلاقا إن ممكن الجيش المصري أصلا يفكر إنه يدخل حرب معاه أو إنه أصلا يهزمه. التحيز المعرفي لوهم التفوق ده خلى المفاجأة تعمل ما يسمى بحالة العجز المكتسب، فشل رد الفعل الأول وتشنج الدماغ. علم الأعصاب بيقول إن المفاجأة القصوى بتعمل شلل في قدرة الدماغ على الاستجابات السريعة.